سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا هذا الفيديو تاعنا اليوم درت معاكم تارتولات بريستيج. هذا الوصفه قمه في البنه، بزاف بنينه وتجي تذوب في الفم. درتها بثلاث اذواق مختلفه. شوفوا قسمت لكم حبه سهله وبمكونات جد بسيطه. بلا ما نطول عليكم، شوفوا طريقه التحضير. نحتاج 500 غرام زبده طريه، نضيف لها كاس سكر رطب ونخلطها غير باليد حتى تحسوا بالزبده ولا تطلع تحت يديكم. نزيد نضيف لها ربع صفار بيض وزوج حبات كاملين. انا هذه الوصفه المعتمده عندي. وزدت ضفت مغرف كبيره فاني نتاع ليمون وكاس تاع مايزينا، ولميتها بالفارينه مقليه تعطيها جو سبيسيال حتى نتحصل على العجينه طريه. انا جبت كاع الليمون اللي عندي تاع التارتولات، درت مهراز، اللوزه، اوفا، لي باركيت، درت في الكاري ونحط العجينه كما راكم تشوفوا. ما لازمش نغلظها. درت شحال من موديل وانتم ديروا اللي يعجبكم. انا غير باش ننوع تكون طابله منوعه. شوفوا مكاش اسهل منها، بالخف ديريها. نسخن الفرن درجة حرارة 160 درجة، ما لازمش النار تكون عالية. مدة طيابها ماكسيموم 20 دقيقة حتى الحواف نشوفوهم يبدو يحمروا شوية، نحوهم. بعد ما يطيبوا خلوها حتى تبرد باه نحشيها. انا دي موليت نتاع المهراز وذوبت شوكولا بلون، ضفت لها شويه نتاع زيت وضفت لها كاطو ماكسون على خاطر اللون باه يتبدل دوك الحبيبات. ومن بعد بهذه الطريقه نديرو الشوكولا ونخلوها حتى تنشف باش نحشيها. انا اخترت نسلي كراميل وكريمه البندق دوغو. شوفوا درت 3 حشوات وزدت نسلي الطبقه الاخيره وزدت المكسرات. هذا كنوع اول درته في لي باركيت، ونزيد نكوفريها بالشوكولا، شوكولا نوار. ومن بعد لا ديكوراسيون خليتها سامبل، درت غير فيتور. وهذه الطريقه درتها في كاع لي موديل اللي درتهم غير باش ننوع كما قلت لكم. وهنا التزيين اختياري، تبغوا بالوريدات بلي موتيف تاع عيد مبارك تخلوها سامبل بالمكسرات. هنا كل وحده والجو تاعها. هذا الوصفه تجي بريزونطات وديريها في كاع المناسبات، تجي بزاف شابه. انا نوعتها لكم غير باش تنوعوا الطاوله تاعكم تاع العيد. وانتم الموديل اللي يعجبكم شوفوا فتحت لكم حبه من الداخل كيفاش تجي، والله ولا اروع، فيها جو سبيسيال. نتمنى تجربوها وتحطوا لي رايكم في التعليقات، ونشوفكم في وصفه اخرى من وصفات العيد. سلام.